السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عاشوراء طبعا الفيديو ده نازل متأخر جدا جدا عقبال بقى ما منتجته وكده، وكان يعني الوقت ما كانش سامح خالص ان انا يعني احمله وانزله. فدلوقتي الوقت سامح الحمد لله، فقلت ايه انزل فيديو معاكم بقى. آه بصوا كده، احنا يعني انا حبيت، يعني انا وابو حمزة ان احنا يوم عاشوراء نعمل العاشوراء ونفرقها يعني على الناس والحبايب والكلام ده. ده كيلو ونص قمح بليلة. العاشورة هي قمح بليلة. انا حطيت كيلو ونص قمح بليلة. طبعا هنغسله كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده اهو. هبدأ ان انا ايه، مرة واتنين وتلاتة بشطف المية لغاية ما بلاقي المية بتاعته بقت زي الفل يعني. وبسيبه ينقعه شوية، يعني بنبقى سايبينه منقوع شوية. بصوا كده انا بوريكم كده بعد ما غسلته وشطفته كويس جدا، فبدأت ان انا اسيبه اوريكم شكل القمح البليلة اللي هو اهو. بصوا بعد بقى ما سبته شفتوا زاد ازاي، هو ما شاء الله بيزيد، يعني لما بتسيباه بيزيد، ولما بيستوي الله اكبر بيزيد اكتر كمان. هنا كده معايا كان 5 كيلو لبن. 5 كيلو لبن كنت عاملاهم في حلة كبيرة، ودي كانت القشطة اللي طالعة منهم. جبت بقى طبعا عندي حلة كبيرة كده اللي انا بعمل فيها بقى الوجبات الخير والكلام ده كله، فبقولت اعمل فيها عشان تبقى ايه، اعمل الكمية كلها في مكان واحد، يعني ما اعملش كذا حلة وكده. بدأت اشيل بعد ما صفيته، يعني نقعته بتاع حوالي 3 او 4 ساعات، وبدأت اصفيه من المية اللي انا كنت نقعاه فيها. هو بدأ يفشر شوية، يعني يفتح شوية. وحطيت عليه كمان، انا شفت حد بيحط عليه كبشة رز، يعني كبشة رز كده. يعني انا حطيت على التلاتة، على كيلو ونص القمح دول حطيت كبشة رز. رز عادي يعني، رز عادي بتاعنا ده. المهم ايه، بيديله تقل شوية، عشان ما تكتريش النشا فيه، يعني بيديله تقل شوية. في ناس طبعا بتعملها يعني انتوا واخدين بالكم اهو الرز مع القمح، بس انا هي ما جاتش اتصورت معايا. بصوا كده بقى، انا سبته ولعت عليه لما غلي مثلا ايه 3 4 غلوات كده هو. وخلاص وطفيت عليه، يعني انا سبته اما بدأ يغلي سبته مثلا بتاع ربع ساعة، وطفيت عليه سبته مثلا بتاع يجي ساعتين تاني كده. بصوا بدأت بقى رجعت له، هو شرب المية بتاعته، بصوا فشر وفتح من بعضه ازاي. يعني ما شاء الله الله اكبر، الكمية بقت الضعف بالظبط. هنا اللبن اهو اللي هو انا جايباه، شايفين القشطه الله اكبر عليك، عشان هو اللبن زي ما بقولك 5 كيلو، فانا كانت القشطه عليه كتير. انا دلقت نص كميه اللبن وسبت حبه علشان هعمل بيهم. اولا هعمل قلت اعمل كوبايه قهوه باللبن كده، وانا واقفه، وفي نفس الوقت خدت حبه لبن عشان اعمل بيهم احط النشا عليه. طبعا حطيت اللبن يعني انا ما زودتش بقى هنا في المرحله دي ميه خالص. ممكن بعديها زودت يعني انا دلوقتي انت تشوف هبدا ازود شويه ميه، لكن انا كل اللبن اللي خليته غلت القمح غلي باللبن، عشان ده بيديله طعم حلو جدا. هنا زي ما انتوا شايفين بقى اللبن، انا حطيت بقى اللبن حطيته هنا اهو، وحطيت عليه معلقتين نشا، وحطيت عليه كاستر. عايزه اقول لكم اقسم بالله الكاستر ده ودى البليله دي في حته تانية، يعني ودى العاشوره دي في حته تانية. هي بصوا يعني دي انا يعني انا ما شفتهاش عند حد والله، يعني انا يعني موضوع كبشه الرز دي، ده بقيه اللبن اللي كان فايض رحت دلقه عليه. كبشه الرز دي انا شفتها حد كان بيعمله وحط كبشه الرز دي، لكن موضوع كاستر ده انا ما اعرفش حد بيعمله ولا لا والله. بس هو انا كان عندي كاستر، فقلت طب ما هو زي الرز بلبن، ايه المشكله نحط كاستر هيديله طعم، وهي يعني هيبقى طعمه غريب شويه ومش هيبقى وحش. دي انا بوريكم هنا القشطه بتاعت اللبن كلها ما شاء الله اكبر عليه. رخر عايزه اقول لكم ان كل اللي اكل منها قال لي يعني بصراحه تحفه والله. يعني عندنا هنا ناس قالوا لي انت اصلا انت شاريه العلب دي من بره، قلت لهم لا. بصوا بقى، انا هنا حطيت اللبن والنشا والكاستر، ماشي. حطيت عليهم ايه بقى، كان عندي كريم جانتيه، يعني النشا واللبن والكاستر وكريم جانتيه. هنا بدأت احط السكر، خلاص انا لقيت البليله بتاعتي بدأت القمح بدأ استوى خلاص، يعني فشر وبقى تمام وغلي باللبن. بدأت زودته بقى ميه زي ما انتم شايفين كده، حطيت بقيه اللبن وزودت حبه ميه عليه. وبدأت ان انا ايه، اقلبه كده واحط له السكر عشان ادوق. السكر بيتحط قبل ما نحط النشا، يعني السكر بيتحط قبل ما نحط النشا، لانك لو حطيتي النشا فبيبدأ يتقل شويه فايه،
السكر بحسه مش بيدوب اكتر يعني، فهو كده انا بحس ان هو ده الصح بتاعه، زي الرز بلبن بالظبط. بنحط السكر الاول قبل موضوع النشا. هنا حطيت السكر، بدأت ان انا اقلب علشان خاطر اشوف ايه السكر بتاعه مظبوط او لا او كده. في بقى برضو حركة برضو تعمليها حلوة جدا، هتخلي لك القمح ده حلو قوي، وهيبقى تقيل. لا منه تقيل لا منه تقيل ولا منه خفيف، وفي نفس الوقت كمان مش هتبقى كلها محببة كده تضايق اللي بياكلها. خدت شفشة، لو عندك هاند بلندر كسري البليلة. يعني لو انت عندك هاند بلندر كسري البليلة كده بقلب بالهاند بلندر. بس انا يعني انا الهاند بلندر عندي بتاع المضرب، فقصير، فمش هيجي طبعا في الحلة، لان زي ما بقول لكم الحلة دي ما شاء الله الله اكبر يعني غويطة، ما جاتش نهائي. فقلت لا انا اخده واضربه في الخلاط، وانا فعلا خدت، يعني عملت خلاطين، ضربت خلاطين في الخلاط يعني، فاهمين، خدت مرتين ضربتهم في الخلاط. اتكسرت القمح البليله كده اهوت، ورحت حطاه عليها قبل اصلا ما احط النشا. عايزه اقول لكم ان هي بقت تقيله، ما كانتش محتاجه ان انا احط لها نشا اصلا. اما انتي كسرت لما ضربنا القمح دون كسرناه شويه، فبقى يعني لا هو انا مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا، يعني لا هي مهريه ولا هي محببه قوي. لا انا هو يعني حتى انا هرفعها دلوقتي وانتوا شايفين هي بتفور، هي باينه فيها قمح باين واضح، بس مش تقيل، حلوه. وشايفين هي برضو من قبل ما احط اهو النشا، واخدين بالكم هي تقيله الله اكبر كانت، يعني مش قادره اقول لكم على الجمال. هنا هبدا احط بقى زي ما انا قلت لكم اللبن، حطيت عليه حسب طبعا النشا ده حسب الكميه اللي انت عاملاها، نشا و... والكاستر والكريم جانتيه. بدأت طبعا وانتي بتحطي النشا دي لازم بقى ما تسيبيش تقليب، يعني تفضلي تقلبي كده. عايزه اقول لكم الكاستر عشان هو لونه اصفر، تحس ان هو كسر البياض بتاع اللبن، وتحسي ان هو ايه، تحسيها بقت مكرمله كده. اي والله كانت حلوه جدا جدا يعني، انا ما صدقتنيش ان انا عملتها بالجمال ده. والله يعني حد قال لي وانتي مشترياهم من فرن او كده، قلت لهم لا والله انا اللي عاملاه. حتى لما انزل الفيديو هتشوفوا ان انا اللي عاملاه. يعني عايزه اقول لكم ان الناس مبقتش مصدقه ان هي طعمها انا نفسي يعني بقول ما شاء الله فعلا طعمها حلو. وده بصوا يعني انا واخداه حاجه اساسيه، ان انتي اي حد بيعمل حاجه لله، زي بالظبط اصحاب المحلات. صاحب المحل او صاحبة المحل بتلاقي الحاجة عندها ممكن بتبقى نفس اللي انتي بتعمليها في البيت، بس هي بتشتريها ليها طعم تاني. ليه؟ لان ده رزقها لازم، خلاص هو ده رزق. وفي حاجات بتعمليها في البيت حلوة جدا بس لازم بتشتريها برضو. ده ليه؟ عشان ده برضو رزق المكان اللي انتي هتجيبي منه. انا برضو بالنسبة لي اي حاجة بعملها لله، سواء ان اكل او حلويات او حاجة بخرجها لله، بتبقى فيها عسل. وخاصة ان هي معمولة بسماحة نية و... وبصفاء كده، هو النفس بصراحة بتبقى الحاجة اقسم بالله طعمها عسل. انا في طبعي انا ما بحب اعمل اطعام، انا باكل منه انا وولادي، فبزود. لان طبعا انا مش باخد من حد حاجه، يعني دي حاجه انا بعملها انا وابو حمزه، دي من فلوسنا ومالنا الخاص، مش بناخد من اي حد فلوس ولا نعمل حاجه ولا الكلام ده كله. ولو في رمضان مثلا في حد من جيراني هنا مثلا بتقول لي يعني انا عايزه اساعد معاكي، عارفه ان انت بتعملي، فهديكي حاجه مبلغ كده زودي بيه حاجات. انا بجيب حاجات زياده بقى، عشان انا ما بحبش ايه ادخل نفسي في قصص كده ايه، يعني ايه، يعني مش هقدر انا افسرها دي صح ولا غلط، ان انا اعمل الحاجة دي وانا اكل منها وهي خارجة لله. مع ان انا ببقى انا عاملة، فبروح عاملة ايه بقى، بروح انا مشترية حاجة زيادة، واقول الزيادة دون يعني سواء انا هعمل فراخ فبشتري فرخة زيادة واقسمها اربعة، لان انا بخرج ربع، اقسمها اربعة اقول دول عشان اربع وجبات. لان انا ولادي كمان، انا واحدة من الناس والله بحب اكل الوجبة نفسها، حتى لو في البيت وفي رمضان او انا بوزع وجبات ببقى انا عايزه اكل وجبه، مش عايزه اغرف في طبق من البيت، لا انا عايزه اكل من الوجبه. وولادي نفس الكلام، لا احنا عايزين ماما وجبه زي الناس. فبعمل حساب بقى ان احنا نجيب حاجه زياده دي لينا احنا بقى، خلاص دي الوجبات بتاعتنا احنا، بس بدخلها بقى في وسط الاكل واغرفها زي الاكل، ومش بميزها والله، بتبقى زيها زي بتاعت الناس. بوزع وخلاص، وناخد لينا اربعة، العيلة كلها بتتعبى واحد وبناخد لينا اربعة ونعملها. طولت عليكم.
المهم انا وملك هنا بقى بدأنا ان احنا عبينا هي قالت لي يا ماما صوريني وانا بعمل معاكي. انا طبعا بحبب عيالي، انا وابو حمزه بنحط جواهم غريزه ان انتوا لازم تخرجوا ولازم تطعموا ولازم تحسوا بالناس، ولازم يعني ربنا يبارك لنا فيهم، وهم فيهم الموضوع ده جدا. وده بيرجع احنا اهالينا عملوا كده، فاحنا انا بابا كان على طول يعمل الحاجات دي، فانا بعمل بكمل المسيره بتاعته. و... و... وابو حمزه كان نفس الكلام. فاحنا بنكمل مسيرة اهالينا، فعايزين عيالنا يكملوا ده من بعدينا، فلازم نعلمهم العطاء ولازم يدوا. هنا طبعا عملت البليلة، اسكت انا؟ لا ما اسكتش، قلت لا، انا برضو ايه، حاجة لله ولازم اطلعها احلى حاجة. رحت مطلعه، كان عندي كنافة في الفريزر، طلعتها حطيت عليها معلقتين سمنة بلدي كده، وبدأت احمرها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. طبعا انا عبيت البليلة كلها في الاطباق بره، في العلب. خرجتها بره على السفرة بقى، وايه، ودخلت قلت ايه، اعمل الكنافة. وبعد كده ده سكر بودرة، بعد ما الكنافة اتحمرت خالص وهديت كده، كان عندي سكر بودرة، رحت هرشاه ايه عليها. ما عندكيش سكر بودرة ممكن تحطي سكر عادي، بس السكر البودرة يعني طحنيه في الكبة كده، ما بيبانش يعني، هو بس عشان لما تاكلي الكنافة تحسي ان هي ايه، بس مسكرة شوية. وده شكلها. بدأت بقى ان انا ايه، اخد بالمعلقة كده، هو بعد طبعا هي البليلة شمعت، فبدأت اخد بقى ايه، معلقة معلقة احطها على الوش. بس عايزة اقول لكم فعلا كانت حلوة جدا، واتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وربنا يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال وما يقطعهاش عايدة يا رب. ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله.